وشأن بالنسبة إلى المسبح البلدي يتركونه عشرات السنين مهمل، ثم بعد ذلك يفرطون فيه لهذه اللوبيات التي ما زالت تريد أن تستعيد مكانها في دولة الشعب طالبه بإخراجهم وبمحاسبتهم. هذا لابد من أن نواصل العمل لمقاومة الفساد في كل مجال، وأنا في مجال الثقافة، ولكن منذ حين تحدثنا عن المجال الرياضي. وتعرف السيد رئيس الحكومة الشعارات التي كانت ترفع بالملعب الأولمبي بالمنزه، خاصة اللي كانت السبورة اللامعة القديمة يكتب فيها عدد التذاكر، عدد المتفرجين 10,000 وما بالأقل 30,000، وعدد رقم المداخيل ولا 10,000 دينار. وكان مباشرة الشعب الجماهير تنادي فلوس الشعب يا لصوص، المعروف الكلمة. ثم أكثر من هذا، حتى الشعارات تحتاج إلى دراسة في العلوم السياسية. كانت جماهير هذا الفريق تنادي على الفريق التي تنتصر إليه يا دولة، الفريق ذكر اسم الفريق يا دولة. مباشرة يتم الرد من قبل الجماهير الفريق المنافس يا رشوة، دولة تساوي رشوة. يعني مجرد وكنت حاضر، مجرد يعني يقع وضع الأرقام، عدد المتفرجين وعدد والمداخيل 10,000 دينار مغلوطة بالعيان، ولم تمر على الشعب. ثم أيضا شعارات أخرى ليس هذا مجال الحديث عنها، ولكن لا نريد أن يتكرر، ولا نريد أن يعتقد أنه ما زال يمكن أن يتحكم في هذا القطاع الذي نخره الفساد كما نخره عديد القطاعات الأخرى. وعلى كل المسؤولين في الدولة أن يتفطنوا لهذا، وأن لا ينخرطوا في هذه الترتيبات. والترتيبات كما قلت معلومة للجميع، ولكن لن نقبله مرة أخرى بهذه المهازل. وحتى ثقافة الهزيمة في تونس، يعني ربحنا ماتش بنما بعد 40 سنة اللي ربحنا المكسيك في الأرجنتين، اللي ربحنا. وكما قالوا مرة وقت تونس ربحت واحد بشيء اسبانيا ما نعرفش في كاس العالم الدقيقة 64 خرجت، لا وقتها خرجت في الصحافة تونس تنتصر على اسبانيا لمدة 63 دقيقة، هي خسرت 3-1 وقالوا انتصرنا لمدة 63 دقيقة. معناها المهزوم لا يصنع ابدا الانتصار. من عقليته في التجارة ومن عقليته الهزيمة، ثقافة الهزيمة، المهزوم لا يمكن أن يحصل على انتصار. هذا فضلا عن الفساد الذي ما زالوا يرتبون له، ولكن أن لهم أن يعودوا إلى مواقعهم كما يعتقدون. يعني ترتب الأمور حتى من وراء القضبان والأموال التي تغدق، وعلى كل أن يتحمل مسؤوليته، والدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي ممن لا زالوا يعتقدون أنهم يمكن أن يعبثوا بمقدرات الدولة، سواء في الميدان الثقافي أو في الميدان الرياضي أو في غيرها من الميادين. سنواصل وسنعمل على أن ننتصر، ولن نقبله إلا بالانتصار.